صباح الخير، مساء الخير وليست صباح الخير. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. طولنا طبعا من الصفحة دي. الراكزة والتلبدري كالعادة أول الحاضرين. حبابك والله. عبد الرحمن عصام، حبابك يا راكز، مرحب بك. حبابك والله يا بنت البدري. أحمد جماع حبابك والله. الراكزة وجدان يوسف حبابك والله. ندى الحاج بينورك والله يا بنت البدري. محمد السماني حبابك والله. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نشير على الصفحة الثانية. يا مرحبا، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم جميعا. حسين مصطفى وأخونا حاتم وياسر الحسن وأخونا حبابك. قال صفحتك دي لقينا ما في أي حاجة. لايف يسهر ما بسهر. لا الأيام دي ما في لايف، ما عملت لايفات الأيام دي. الأيام دي كنت بعيد من اللايفات، كنت مركز على الفيديوهات فقط، ما من الصفحة مني أنا. رندر اندوش حبابك والله. طيب، عندنا عناوين بارزة فوق، عاجل ومهم، وعندنا رسالة لدنقلة وجميع مواطني دنقلة، وعندنا موضوع المقدم الموقوف آه نزار نزار المك. نزار المك طبعا أمس كان في كسارات وطبالين كان بيدافعوا عنه بدون ما يعرفوا الزول ده عامل شنو. وديل المستفيدين، ديل المستفيدين والمقربين واصحاب المصالح. يعني انت الليله جاي تدافع لك عن زول وانت ما عارف عنه اي حاجه. قريبك في ناس متعاطفين من ناحيه القرابه. اي والله نحن قريبنا يا اخ جنابه نزار المك. ده ما ماسك مباحث الولايه. لو مشيت له في اي خدمه بيمشيني، ممكن اطلع بيه في اي محل اكشر بيه كده واقول طبعا ده مدير مباحث ولاية دنقلة. كويس. فالناس قبل ما تعرف الحاصل، في من الأهل الجه حاولوا يشبكون السيرة الذاتية. نحن ما لنا مالي يا زول. انت بتعرف عن نزار شنو؟ انت بتعرف انه ضابط بتاع مباحث، لكن ما عارف الشيء اللي قاعد يحصل داخل المكاتب المغلقة. تيجي تقول لي يا اخ والله الزول ده هاي الزول ده الآن داخل في بلاغ بتاع 130 على 21. داخل في البلاغ ده الآن معاه منو؟ دقيقة أجيب لك اللسة. دقيقة. ياهو المقدم نزار اللي هو اسمه نزار محمد الحسن، وعندك عمار ده التاني طوالي، وعندك مصعب عبد الرحمن، وعندك خالد ياسر، وعندك الياس، وعندك رامي. طبعا بتاع المباحث زل خايتين في حساباتهم كده، يعني
انا ما قادر افهم الناس زي هم شايفين نفسهم شنو يعني الناس زي اللي هم حكومة براءة منفصلة، الناس زي الكبار على القانون، الناس زي فوق القانون، الناس زي انا ما اعرف هم بيفتكروا نفسهم شنو. الكلام ده بالمناسبة سيدة محجوب حبابك، الكلام ده بالمناسبة الكلام ده الآن بقى يعني مشكلة أو سبب إشكالية للشرطة. الآن الناس كلها بقت مركزة مع المباحث، أو المباحث الآن بقى خصما على الشرطة وبقى بشوية في سمعة الشرطة، بالشيء قاعد يتم داخل مكاتبهم المغلقة دي. يعني الليلة ضابط شرطة يجيب يعني يعمل له مكتب كده، يعمل له حراسة خاصة، يجيب الدار يجيبه بعيد من النيابة، بعيد من عيون بعيد من أي حاجة، بس هو التيم المعاه ده يشتغلوا تمنيات، يشتغلوا درونات، يشتغلوا تحشيرة على كيفهم. بس انت هسه في دنقلة مفتكر انت الشيء اللي حصل مع ضفع الله ده ما بيحصل معك؟ قايل ما بيحصل معك؟ والله بيحصل معك عادي، نازل عادي، ممكن يجي شنو يسوقوك يودوك، يعملوا معاك نفس الشيء اللي عملوه مع ضفع الله ده، وشويه كده يجي يقول لك لا والله ده ما نحن، او انه الزول ده دق راسه في الحيطه، او انه الزول ده كان بيشرب، والكلام الفارغ اللي بيقولوا فوق ده. انا داير اسال وين الدوله؟ وين الدوله؟ نحن بنقول لا للفساد، الناس دفعت او قدمت الغالي والنفيس عشان تنظف البلد من الفساد وتنظف البلد من الميليشيات. نجي تاني سلوك الميليشيا ذاته يمارس داخل مكاتب الدوله. الشيء اللي بيعمل فوق ناس المباحث ده فرقه شنو من الشيء اللي بتعمل فوقه الميليشيا في معتقلات؟ فرقه شنو؟ فرقه شنو؟ يعني انت مواطن الليله، مواطن يجي زول لابس ملكي يسوقك يوديك مكتب مقفول يعمل فيك الدايره. وين القانون هنا؟ وين الدوله هنا؟ مقدم مركب مكنه بتاعت مشير عديل، نزهر المك واحد تلقاه جندي ولا وكيل عريف ولا رغبوه اللي شايف نفسه فوق الدولة دي كلها. ليه؟ وين الدولة؟ وين الدولة؟ طيب انتوا كده فريقكم شنو من الميليشيا؟ فريقكم شنو؟ انا دار زول اوضح لي الان الشيء بيعملوا فوق ناس المكاتب داخل مكاتبهم المغلقة، وكونه يمنعوا النيابة انها ما تجي تفتش المكاتب دي، ده ما شغل الميليشيا. انت من ذاتك عشان تجي كمباحث ولا كغير وقول انت الليله بقيت وزير الداخليه، انت شغال شغل مخالف للقانون، شغال شغل مخالف للقانون. اما الكسارات الفرحانين الشارين استمارات 17 ديل، ديل يعني شوف بدايه الاحداث اول ناس جروا ناس المباحث ديل، اول ناس جروا صيجوا هم اكثر الناس اللي تعاونوا مع الميليشيا، هم اكتر ناس تعاملوا مع الميليشيا ناس المباحث تعاونوا معاهم، كان في الكلاكله تعاونوا معاهم، كان في شرقانير يتعاونوا معاهم، كان في بحري كويس يتعاونوا معاهم، كان في اي مكان يتعاونوا مع الميليشيا. يجيك الواحد يشبكك فوق معارف فدرالية، فوق الله وتحت فدرالية، شنو كده معارف مركزية، مسميات كلها مسميات وهمية. احنا كلامنا ده لوزير الداخلية، الشيء اللي بيعمل اللواء ده اصلا شغله كعب، اللي هو جابه جديد ده ما بعمل اي حاجه ولا بغير اي حاجه. رسالتنا دي لوزير الداخليه، مع انه وزير الداخليه ده قضى لنا كلها مقابلات، والمدير العام. الشيء اللي بيحصل الان داخل مكاتب المباحث ده شغل مخالف للقانون، وده والله نحن ما بنقبله ولم نأيدكم فوقه، وكل يوم حنطلع نتكلم عنه هنا، لانه الان في العشرات بيفارقوا الحياه بتعذيب ناس المباحث ده وبتم رميهم. يعني هسه ضفع الله ده بعد ما شاف صنوف من العذاب جروا رموه في المستشفى وجروا، تعرف الكلام ده؟ رموه صيجوا. الزول ده ماله؟ قال الزول ده كان بدق راسه في الحيطه. طيب بدق راسه في الحيطه ليه؟ قال عشان الزول ده بيشرب زول قاعد عندك وانت جيت. انا ما بقول انت انت يعني مثلا قبضت عليه، لانه القبض ذاته بيكون قانوني. انت الزول ده خطفته مشيت وديته مكاتب مغلقه، انت اذا عملت معاه ما خليت حاجه ما عملتها فوق. تيجي تقول قال يا اخي والله الزول ده كان بدق راسه كده سؤال. تيجي تقول لي قال يا اخي والله نحن ما عارف خاتني في اشتباه شنو؟ اشتباه شنو اللي بخليك تمشي تخوض زول بالايام؟ سؤال. وبالنسبه لنزار المجدة، نزار المجدة اسوأ ضابط شرطه كويس مر علي، اسوأ ضابط شرطه مر علي نزار المجدة.
دي انت عارف بتم شغل وشغل بتاع تحشيره بالمعارف اهل اهلك. يعني الليله انت لو من اهله عادي دار تكيس زول، تجي له يا نزار يا اخي والله عندي الزول ده كده 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 عادي، برسل لك التيم بتاعه عادي، وركب ناس وقعد ناس في بلاغات اصلا ما عندهم اي علاقه، وجاب ناس قبل اليوم اجبرهم كويس عملوا تنازلات، وفي ناس اعترفوا بحاجات هم ما عملوها. شغال قريبي قريبك جاينا شابكنا الزول ده، وراجل في راجل بيعمل كده، في راجل بيعمل كده. ها مقدم هو ولا فريق اول اصلا ولا مشير؟ لمن شغال على كيف؟ ها حكومه كامله، حكومه ولايه كامله، ها واقفه لها مع مجرمين. ده المجرمين اتحاسبوا فاكنهم على كيفهم يمشوا الاعراس، ها يمشوا يشتغلوا تمانيات، يعني زول موقوف، موقوف عديل. هسه عندك ناس ذكرتهم لك ديل ما شغالين، ديل حصاناتهم اترفعت والان في المحاكمه كويس، لافين من حفله لحفله، شغالين تمانيات، بيلقطوا في مصاريف منهم. في واحد عامل حادث بموتر، يجي المحكمه كانهم الناس زي هم شنو؟ ها والله تقول الناس زي هم قضية ولا الناس زي شغالين شنو، انت ذاتك ما بتعرف. ها تيجي تلقى الواحد قاعد يجي يفتح باب الزنزانه ويخش بسماعاته يتكلم فارغ يسيء، عشان لقيتوا الناس زي المساكين. صح كلامكم ده؟ هسه انا متاكد لو الناس زي كان، متاكد لو الناس زي كان ورام 7 نفر 8 نفر ساكت عاملين لهم بس مسمى كده بتاع كويس ان احنا كده ولا احنا كده، ما كان قدرتوا تعملوا معهم حاجه. في ناس قاعدين يجوا عديل الاقسام دي قاعدين يقلعوا متهمين، عديل بيجي بقلعوا متهمين ما بتقدر تعمل لهم اي حاجه، وبتتضايروا وبتتلبدوا. ده عشان لقيتوه اسره مسكينه جايين تستعرضوا عضلاتكم عليهم، وجايين المحكمه مسميات مختلفه، ما عارف شنو، امنيه، ما عارف مكتب شنو مكتب شنو مكتب شنو. اقسم بالله انا لو كان عندي سلطه في البلد دي والله من مكانكم ده جيت حضرت محكمة المجال مدين، إما كانت ده تباه تمشي هناك كردفان محل الرجال بتقدموا بالمتر، محل بيقدموا الغالي والنفيس. انت جاي قاعد ده تستعرض لي عضلاتك على قوة، على اسم شنو، على ده تستعرض لي قوتك على أسرة مسكينة، أسرة مفجوعة في ولدها، ولدهم شاب تخطفه لحد ما يفارق الحياة، وتيجي كمان دارين تتطاول على الناس، وتيجي تقول لي أدبكم على الناس. قاعدين نفسكم شنو البلد دي واقع عليكم في ورثه، ما قادرين نفهم الحاصل شنو ذاته. محل ما تلف ده مش المباحث انتم منو انتم؟ ولا انتوا شغلتكم شنو ذاته؟ شوهتوا سمعة البوليس. وبعدين في كسارات كده صغير، واحد تلقاه وخدت له استمارة 17، انت قاعد نفسك شنو؟ انت قاعد نفسك شنو؟ احنا مشروعنا الاصلاحي ده فيه لواءات، انت مسكين ولا شنو؟ انت منو ذاتك؟ عشان تيجي تتكلم فارغ، ونحن انت منو؟ انت ما هي رجالتك دي كلها بس شفت داخل مكتبك ده. هسه انا متاكد دفع الله ده انت الليله نزل المجد دفع الله ده والليله انت كان لقيته وجها لوجه كده في الشارع ما تقدر تعمل له حاجه، لكن معتمد على تيمك ده اللي بترسلهم كويس الشغال بيم تمانيات ديل، وعندك بلاغات لا تحصى لا تعد، وعندك ذهب اكلت ذهب ولا ما اكلته، الذهب بتاع الجنجة بتاع النسوان اكلته ولا ما اكلته، ده برضه بلاغ جاي، وده غير التسويات التمانيات اللي قاعد تعملها. شغال على كيفك، انت قاعد نفسك شنو؟ ويجيك واحد يقول لك مباحث رسالتنا للناس الفضونجلة. والله هوي الشيء اللي حصل مع دفع الله ده ممكن يحصل مع اي زول فيكم، ممكن يحصل مع ولدك عادي، ممكن، لانه ديل عبارة عن ميليشيا، دي ما قوة نظامية، انا الكلام ده اللي من قلته بغادي هناك عارفه بيصل لوزير الداخلية. يا وزير الداخلية دي ما قوة نظامية، ده شغل بتاع عصابات. انتوا الان والميليشيا اصبحتوا في سرج واحد، ناس المباحث زل، نفس الانتهاكات ذاتها قاعد تتم داخل مكاتبكم دي. ليش شنو؟ مسميات انا ما عارف انتوا وقت الشغله دي دولت كنتوا وين؟ ما عملتوا 110 جريتوا. تيجي يا اخي تيجي تستعرض لك على اسره، كمان لاحقين البيت في البيت، انت مصعب عبد الرحمن، هي دي رجاله تمشي تحصل البيت في البيت، بيت مفجوعه في اخوها، تحصل عشان ده تصل لشنو يعني؟ امال الولد تتوسل لك تقول لك يا اخي
ولدي ده خلوا بالكم منه، تقول لا انا من الناس اللي دقيته وراجع تاني ادقه، واليوم التالي طوالي يحصل الحادث ده ويفارق الحياه وتجروا. انتوا لما اصلا عملتوها ما تقولوا اي ديلا نحن هسه بتجاروا بتنكروا مالكم. وانت نزار، طبعا نزار عامل مفتح، نزار داري قاعد فيها منو، داري قاعد فيها التيم اللي وراه ديل. انتوا اقعدوا قطوا لحد ما تلقوا نفسكم قاعدين فيها براكم، ده بيفهموا دي محاولاته هسي. جاني تشكلي في الخاص ترسل لي في ورقك، انا محتار يعني انت الليله جاي تطبل، انت العسكري ده الشغال ما عارف في المباحث ولا شغال في شنو ده. انا ما عارف انت لو كنت حرس البرهان ولا كنت قاعد في المجلس السيادي كان تعمل شنو. انت عسكري ضابط صف، تفاطر ما فاطر، تيجي تتكلم فارغ في التعليقات، وغايدك انت جاي تطبل لده جاي راقد في الماسنجر. هسه والله انشر لك انا رسائل اللي قاعد يرسلها، الله ينشرها لك، يرسل لي في ورقه واسال مني وانا والنيابه قاصداني وما عارف منو قاصدني. اول مره اسمع بضابط شرطه بيشكي وبيتجرس من النيابه. انت ما كان عامل لي فيها رجال، عامل لي فيها متغرسنين. وانا والله ما زعلان الا من الكسارات والمطبلاتيه الجايين شابكين جناب وجناب جناب على منازل. ده خلاص ده ما عايش، ده تاني، ده تاني بيتهم، ده تاني من الشرطه دي بيتهم كويس. وبعد ذاك بيغادر هناك 130 دي، دي ولا في اي اتنين تلاته. والقاضي محمد اسمه شنو، محمد علي الشيخ، انت متماطل مع الناس زين ومتماهي معاهم. الشيء بتاع من فوق ده ما عنده اي علاقه بالقانون. الفوضى الحاصله جوا المحكمه دي انت كان قاضي مالي مركزك ومالي يمينك ما بتحصل، لكن انت مضغوط من فوق، دارين تغطسوا البلاغ ده باي شكل من الاشكال. لكن احنا في الاعلام هنا وراكم، والله حق وضيع ما في، والله نقف معاكم شفتوا لحد اي زول ياخد حقه، لانه الشيء بتاع من فوق ده بقانون الغابه كل يوم المباحث سود، المباحث سود، المباحث سود. يعني هسه الليله لو كان في سؤال هسه الليله لو كان في مواطن عامل 130 بيكون حايم كده، نزار دامس مشى مناسبة، زول قاتلنه في بلاغ 130 على امس مشى مناسبة، وبقية العساكر دي لافين برا وناس عاملين 130، معقولة كلام ده يجي كده؟ سؤال. وانت بتاع المحلية العميد ده قاعد ساكت، الموضوع ده قبل اليوم ما وصلك كويس، بتعجب حبابك، الموضوع ده قبل اليوم ما وصلك، دقيت تليفون نظام انه الناس زي لما الناس زي شنو؟ انت زول قاعد بتاع محلية قاعد ساكت، ناس حايمين لافين. دي حصلت وين دي حصلت وين؟ يعني البلد دي شفتها انا الحاجة اللي فهمتها منها من البلد دي، انت ما عندك واسطة، انت ما عندك حق، انت عندك واسطة ولا عندك جماعة كويس عندهم عربية مركبين فيها دوشكا ولا مركبين فيها هنا، خلاص انت كده شنو؟ محمي. والله العظيم، والله ده قانون الغابة رجعنا له، ده انت كده محمي طالما انك انت بتيجي بتعمل لي 130، تيجي تسوق زول تمشي تعذب لحد ما يفارق الحياة. زول مسكين يا اخي بيجهز في ورقه طالع برا يشوف مستقبله واهله معتمدين عليهم. زول يا داب 25 سنة يا داب في بداية حياته يا اخي. وبعد ده كمان دارين تيجي تتلاموا وتتكلموا كلام فارغ. قلت لقيت الناس المساكين بس، والله اقسم بالله لقيت الناس المساكين بس. الكلام ده اصلا ما بتقدروا تعملوه مع ناس ثانيين، والله ما بتقدروا تعملوا. انا بس الحاجه المزعلاني الناس اللي بيجوا المحكمه بيستعرضوا ذيل. انت ده تستعرض عضلاتك ديك مع كردفان، امشي هناك محل ال 130 محل ال 120 محل الزو والسبيكي 9 وال 200، امشي هناك محل القسط المدور، جاي ده تستعرض لك تستعرض عضلاتك على وسره معقوله يا اخي؟ غاعه كلها كده لابسين نجوم ديل قاعدين مثبتاتيه واخوانهم هناك بيتقدموا جزاتها هنا ذاتها. انا ما اعرف يعني وين الكلام ده، يعني الليله هسه المتحركات دي المفروض شفت ناس المباحث اللي قاعدين في المكاتب ديل شغالين تمانيات كويس، ومن الغالي ومولد حبابك وشغالين تحشيره، ده المفروض كلهم يجيبوا كوي. دي كردفان ده تتقدم اتقدم، ما ده تتقدم ابقى مالك، ده المفروض يحصل، لانهم قاعدين بس فلاحتهم في المواطنين، بس فلاحتهم في المواطن ما عندهم حاجه غير المواطن. يعني ذات الشغله كده، يعني لا انا اكون قاعد كده
في بيتي ولا اكون شغال رزق اليوم باليوم ولا اسرتي معتمده علي، يجي يودوني في غرفه مغلقه ما عارف انا ذاتي وين شنو. ده واحد خدت له مقص، مقص شنو؟ ده لو حصل مقص يعمل شنو ذات؟ زي نزار ده لو حصل مقص ده يجي خدت له يعني ده شوف ده مقدم يا داب، خدت له صقر ونجمه عامل فيها خلاص الواد حكومه، عامل فيها الواد حكومه. وانت مفتكر يا نزار انه ربنا ده يعني حيخليك اكتر من كده؟ ربنا ده ما قاعد وشايف في ظلمك وفي التمنيات اللي قاعد تعمل فيها في تماديك وفي تعاليك. هسه بقيت تحنس يا هو، هسه بقيت تحنس. ننشر رسائلك، رسائلك دي عباره عن تحنيس. انا ماشي بقول لك غير صحيح وصح واتجاهلك، ما ترسل لي تحني يا زول. انا ما مقتنع بكلامك اللي بتقول فوق ده كله. انا مالي مال النيابه، النيابه شايف شغلها. النيابه انت قبل اليوم طلعت لهم سلاح عدل، قبل اليوم انت طلعت سلاح عدل للنيابه، صح ولا ما صح؟ خالفت القانون عدل. تيجي تقول لي قال النيابه وما عارف شنو. انت حاجز ناس وشغال. تذكر البلاغ بتاع الدهب؟ البلاغ بتاع الدهب لما النيابه مشت دارت تشوف المتهم هناك، انت مش مشيت طلعت لهم سلاح وقلت لهم ما تجوني هنا؟ حصل ولا ما حصل؟ وجاي مفهم اهلك انك انت بريء وان الواد ده بيشرب. يا اخي الواد ده قول بيشرب برميل في الساعه، قول بيشرب برميل في الدقيقه. انت مالك وماله؟ مالك وماله؟ سؤال. انت جايبه في اشتباه. الحق اداك الحق من انك تعذبه لحد ما يفارق الحياه كده. قول لنا يعني سؤال. حقرته باسرته كويس عشان ما في زول واقف معاهم والله. لكن كلام كنت انا متاكد وحياة الله ما تعملوا لي ناس كده. لو بقيتوا شنو ذاك ذات ما بتقدروا تعملوا لنا. عندكم ناسات ذات، عندكم ناسات. يا اخي في ناس جولوا متهمين من داخل القسم. ما في مزول ذاته قدر يقول كلمه، والله ما في مزول قدر يقول كلمه. لكن الموضوع ده كمواطن اتجاه هنا له وانت راسك كبير وانت اسد عليه في الحروب نعامه. شغله كده تتحير خلاص. الكلام ده المهم انا عارفه بيصل، لانه نحن اي حرف هنا نكتبه بيصل. الشيء اللي بعمله فوق ناس المباحث زي وزارة الداخلية والله فات الحد عديل، فات الحد عديل. الشيء اللي بعمله فوق ناس المباحث زي انا والله العظيم يعني اللي مصادرنا من داخل المباحث ذاته محتارين. المباحث زي ما بتودوا لها كمان، الا انا ما اعرف المعيار اللي انتوا بتختاروه بتاع المباحث ليه. اغلبهم اقسم بالله العظيم فائق التربوي، اغلبهم ما عندهم اي اخلاق وكلهم كدكات. واكتر ناس كدكات بتاع مضبوطات ناس زنقلة. نزار ده اي شفت مضبوطات بعزلها كده بوديها بيتهم، لا خلي دولار لا خلي ذهب ما خلي اي حاجه. لا الاجهزه شفتها بيشيلها بوديها بيتهم. عيالك بيقادم هناك قاعدين متمتعين بحق الهناية. والله شغال شنو انت؟ شغال شنو؟ امشي في الوضع هسه الان اللي هو فيه. يجيك واحد اسمع ولدنا، ما في حاجه اسمها ولدنا. ده دخل مؤسسه، ولدنا دي ما فيها زول. ولدنا دي في الشرطه ما في، دخلت جيش دخلت بوليس دخلت هناك، ده ما في حاجه اسمها ولدنا يا زول. ولدك بتاع شنو؟ ولدك امسكوا عليك ولا يربيه؟ كويس. نحن مالنا مال يا زول تقعد تشبكنا ولدنا وما عارف شنو. وانت كساره، انت بتاع السماره 17 ده انا ما زعلان منك الا انت اكبر كساره. ده تشبكنا. مين كان في السيارات؟ مين كان في السيارات كده يا زول؟ ده تورينا لو انت طيب. نحن على العموم حنتكلم في الموضوع ده بشكل مستمر الى ان الحق يظهر. وحق دفع الله والله ما بروح ساكت. والله مهما عملتوا مهما اتآمرتوا نحن هنا حنجيف. وانت القاضي احسن تشوف شغلك قدامك بلاغ كويس وقدامك تفاصيل واضحة. بالنسبة ل اسمه ماجد الشاهد، يعني شوف الناس دول وصلوا لمرحلة انهم فاتوا شرحوا الشاهد. الشاهد في البلاغ ده مشوا اسمه ماجد. معقول يا ماجد ده تغير اغوارك كمان؟ قال لك شنو على الله؟ ده واحد جندي تبع المباحث كان في البلاغ ده شاهد وشايف وعارف اي حاجه كويس. في البدايه مشى كويس، تاني جا غير اغواله. تعرض لضغوط غير اغواله. والناس اللي بيجوا بيقول لنا نحن والزول ده والله العظيم الصور اللي عندنا هنا دي
اقسم بالله العظيم صور لو ما قلبك ذاته قوي والله العظيم ما تشوفها. والله لو ما قلبك قوي ما بتشوفها. والله دي صور المرحوم ده. يا اخي معقول يا اخي نحن وين يا اخي؟ نحن في غابة يا اخي. نحن نقدم الغالي والنفيس والناس تصبر. الناس عشان تتخلص من الفوضى الحاصلة دي ورفضت سلوك الميليشيا. تجونا انتوا بزي الدولة تمارسوا انتهاكات زي دي بزي الدولة. واحد يجي يقول لك تابع لإدارة الداخلية. تابع لإدارة الداخلية صح؟ طيب دي هسه أفعال بتاعت وزارة الداخلية؟ كده سؤال. دي أفعال بتاعت وزارة الداخلية؟ دي ما أفعال وزارة الداخلية. هوي مواطن ده خط أحمر، زول بظلم مواطن ده والله العظيم احنا شفتها هنا له بالمرصاد وبنصدى له. تظلم مواطن كيف يعني؟ انت ذاتك لو ما المواطن ده بتاخد مرتب؟ كده سؤال. انت لو ما المواطن ده بتاخد مرتب؟ هما الناس التعبانين صحيح صحيح. الناس لو لام كامل البلد دي سقطت مرتباتهم زي الزفت. ما قالوا حاجة ديلكم متقدمين وبقدموا الغالي والنفيس يا هو الجيش ده. انت قاعد عاطل يا اخ. شغالة لنا تمنيتين وشغالة لنا درونات. الواحد تلقاه راكب عربية بيجوا يا اخي نازل بيجي المحكمة بعربية. الواحد بيجي بسيارة بيجي جيبه مليان لابس يعني ملابس كده بالشيل فلاني شايل تليفون منشط. جبت الكلام ده من انت مرتبك كم زاد؟ ما هو شغل التمنيات دي وسرهم ماكلين وساكتين. عشان كده تيجي تدافعوا عليهم. ما هو لعب من الأسرة. الزول لو طالع من أسرة سليمة ما بيجي بيتصرف كده. الزول لو طالع من أسرة سليمة وأسرة كده ما بيجي بيتصرف كده. طيب ده فيما يخص موضوع المرحوم ضفع الله. إن شاء الله حنواصل في الموضوع ده. وبالنسبة لاسمك ماجد ده انت يعني مشيت غيرت تفاصيلك وما بقيت قدرها. اهو بعدين كيف؟ بعدين كيف؟ هتقول شنو؟ والقاضي برضه متماطل. زول قبل لما ادلى باغواله كده غيرها كويس. لا وكمان الحياة السمحة انا زي في واحدين قاعدين نفكر له طبعا. قاعدين نقول له امشي قول كده وامشي اعمل اجراءات قال في النيابة وامشي اعمل. دي كلها مسرحيات وتمثيليات. ساكت يا زلمة. دي كلها مسرحيات وتمثيليات. ساكت. ضيعت ود الناس يا اخي. يا اخي معقول يا اخوانا دي شغله دي؟ المشكله ما هي المشكله ده مطبلات بيجي بيقول لك وي بس انا بهزر. والله انا قبل اليوم في واحد كان كل ما اتكلم عن موضوع بخص فساد الشرطه بيجي كان بشبكني لك انت ودارين تشوه سمعه المؤسسه. ايوه السمعه ايوه السمعه. هي دي سمعه؟ هسه ناس بيخطفوا ناس بعزهم بالطريقه دي سمعه؟ انت مسكين ولا شنو؟ هسه اللي بعمل فوق ناس الشرطه وناس دي سمعه؟ وانا الناس اللي بنعرف فوق ده عشان نحافظ كويس. عشان نبني لك يعني شرطة زي الناس تستخدمك انت. شرطة في خدمة الشعب مش الشرطة في خنق الشعب. بس الشيء اللي بيعمل فوق الشرطة ده ما خنق. وفي ناس مؤيدين الفكرة دي يعني داعمين المشروع ده برتب عليا كمان. اتكلمنا عن الموضوع ده كبير ما دارين نرجع له تاني. انت بتيجي تطبل تقول لي هنا الزول ده كان بيطبل نفس تطبيلك ده. وقع في مشكلة مع ناس الدرمان ديل. دخلوا فترة كده يا زول. بعد ما سخنوا صاحبك جاني قال لي اقسم بالله العظيم يا عبد المصطفى قال لي كلمة انت قاعد تقولها في البوليس ده صح. احنا قاعد نكذب يا زول. البوليس ده خطر اخطر من الميليشيا الان. الشرطة دي محتاجة هيكلة محتاجة ضبط. لأنهم نزل فوضية شغالين على كيفهم. وماكلين التمنيتين دي بقت ولا. اما الشرطة الأمنية ديك ذاتها محتاجة شرطة. الشرطة الأمنية بيقوا أكبر كتكات. أكبر كتكات بيقوا ناس الشرطة الأمنية. الناس اللي طبلوا لنزار المك امشي قول له انت قاعد ترسل عبد المصطفى قاعد تقول في شنو؟ زولكم راقد يا اخي. وقاعد يبرر وازعل مني وانا والله ما بعمل الكلام ده وانا مظلوم والنيابه وانت جاي شابكني. الزول ده اسد اسد. اسد على مين يا عفاف؟ حبابك لا اسد لا غير يا زول. ده ما فاتك كثير يا عفاف. طيب ده فيما يخص ضفع الله. ان شاء الله نحن حنتابع الموضوع ده. حنتكلم فوقه باستمرار. نحن والله شوف اي زول يتعرض للظلم ونحن طوالي بلقانا في ظهره. طوالي بنسندك وبنقف معك كويس. ولا داير لا اعرفها ولا داير لا انك انت تكون ذاته تعرفني. ظلم بس اتظلمت ذاك في اي مكان في البلد دي انا وراك. عندي شفت حاجه للزول والله لو بقى شفت الموضوع ده داخل مجلس السياده انا جاي اتكلم فوقه. لانه ما في زول ممشينا يا زول عشان يجينا زول
يفرض رايه علينا عشان يجينا واحد بعد التضحيات دي كلها. يا اخي نحن فاقدين يا اخي الاف الناس يا اخي، ها تضحيه ضحوا عشان البلد دي يا اخي. يا اخي انت تجي مركب لك طبنجه ولابس لك قميص طويل وماشي تتكركر حكومه 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 شنو يا اخي؟ انت الحكومه دي من البلد ده هناك سيكتم عليك يا اخي. ها عشان كده انا ما عارف فوق فدرال شنو كده فدراليه مركزيه شنو كده ما عارف. واغلبهم تجار بتاع الممنوعات، اغلبهم ناس المباحث زي تجار الممنوعات، اغلبهم بتاع الثمانيات. كويس. طيب زي ما قلنا لك احنا احيانا قد ما نرد على رسالتك او بنرد عليها بعد فتره، لكن يا زول مظلوم الله بنقف معاه، والحق حق يا زول، الحق حق. نحن هنا ده شفت ربنا سخرنا لنصرة اي مظلوم. يا الله شفت الواحد يعني شفت بقف معاك بكله، والله ما عندي حاجه لاي زول، شفت بكله بنقف معاك ان شاء الله عنا. كويس. ما بقت زاد كده بس، نحن بس ما دايرين نزول اسكت. طيب ما تقعد تخاف يا زول، ما تقعد زول لابس كاكي تقعد تخاف منه. زول ده انت مشغله يا زول، بالذات البوليس ده، بالذات البوليس ده. وللاسف في ناس هسه بخافوا من الشرطه وما بيحترموا الجيش. يعني الجيش في ناس كويسين، يعني في الارتكازات دي في ناس بيتعاملوا كويس وفي ناس كدكات. ديل اغلبهم تلقاهم ياهو زي البوليس ده، تلقى تابع للمكافحه، تلقى تابع للامنيه، تلقى ما عارف تابع لشنو. اقسم بالله اي بلوه جايه منهم. كويس. يا سلام يا عبد الله. طيب جدا جدا عندك ملف مهم وفيه الدلائل جدا جدا، ولا يهم الملف لانه شفت لو بقى لفريق اول زاد نحن تاكدنا من صحته هنا وتابعنا الحله دي وعملنا تحرياتنا، بنجينا طوالي نتكلم كده بس يا اخوانا. ده ما وقت سكوت. طيب نمشي للموقف العملياتي يا اخوانا. الايام ده نحن طورنا الموقف العملياتي، رغم انه والله الشغل الايام اللي فاتت دي جمع يعني. الناس زي لقطوا كويس، ماشي بغد. كلمناكم انا ما عارف يعني بالنسبه للجنجه، يعني انت دايرنا احنا نيجي نقول لك شنو؟ انا قاعد نكذب عليك. انا دايرين انا قبل اليوم جيت هنا وجهت لك رساله قلت لك يا اخي لقيت لك اي كويس درب يا اخي اجري امشي شوف مستقبلك وين. اخوانا الموضوع بتاع الميليشيا ده انتهى. الناس زي الموضوع محسن. ما تسمع اقول لك والله نحن متجمعين. ناس كانوا بيقولوا لبيض وتاني خرفوا عديل، فكت منهم عديل قال لك قال مدرمان قال اقسم بالله العظيم انا اليوم هذيك ضحكت مدرمان ومدرمان عديل كده. مدرمان ده ترجع مدرمان بوين وكيف؟ اقنعني بس انت مدرمان ده ترجع بوين وبكيف؟ وفي ناس قال لك خافوا طبعا، في ناس خاف والله. عندنا اسره كده لو زول بنعرفه صاحبنا والله رجفت قاعدين في مدرمان. يا اخوانا الكلام ده كيف؟ لا 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 لا، وانا بس نديكم مصدر قاعد هناك، نديكم مصدر قاعد في طريق الصادرات قريب من اخر تواجد للميليشيا. نديكم له بس ربطناه معاه بيتكلموا معاه عديل. يا اخي الناس دي قالوا جايين، قال لهم الناس دي يطيروا مثلا يجونا بوين يطيروا كده سؤال. الناس دي فلنفترض انه جايين مدرمان هاي تطير ولا كيف؟ ما نحن هنا ارتكازات وعندك جيش، عندك الاف مؤلفه دي في طريق الصادرات دي قاعده لسه. ده غير تامين كلام كده ما دايرين نقوله زاد. لما يجيك واحد يقول لك انا راجع مدرمان يمكن حلم او بحلم. الناس اللي اخواننا بعد باللي شافوه في درمان وبعد المطاردة والمساككة شافوه بعد حرب المدن الأول مرة يخوضوها كويس وخسروا فيها خسائر. يعني الليلة في تاريخ الحروب ما في قوة بالحجم ده تمت هزيمتها في داخل عاصمة. القوة دي لو كان شفتها في عاصمة أمريكا ذاتها بتتحكم في العالم سياسيا واقتصاديا وعسكريا بقوتها دي، لو كان عندها قوة بالعتاد وبالعدد ده داخلها كان زي الوقت ده شنو؟ بركة والله، والله العظيم بركة كان. ده لو كان كده. لكن انا قلت لك الشغله دي والله بتوفيق من ربنا، والله العظيم بتوفيق من ربنا، والله العظيم. البلد دي كان ساقطه والله. نازل كان بيستلموا لكن توفيق ربنا. شويه شغل نوعي، شويه بتاع الشغل بتاع طيران، مجازفات بهنا وبهنا وبهنا، صبر. الصبر يا اخي في القياده دي الواحد كان في حاجات كذا ما داير نحكي لك. كذلك المدرعات، سلاح المهندسين، ناس كان يا اخي معزولين. يعني ماليشيا كان سياستها استخدمت الجزر المعزولة كويس. ناس كان محاصرين
تدوين باستمرار. كويس. مدفعية تقيلة. بدأ صبروا وثبتوا لحد ما شنو قدروا يستنزفوا الميليشيا وبعد ذاك يهزموها. يجيك واحد يقول لك قال اسمع والله العظيم ان احنا قال راجعين من درمان فاطر انت فاطر. هو هسي بقيت المدن دي بتمرق برا. انا متاكد لانه الناس بدوا يتسرتوا. والايام اللي فاتت الجيش شغال حاجه اسمها بربحه. تعرف البربحه؟ بربحه بتعرفها ما بتعرفها؟ بتعرف البربحه؟ الايام اللي فاتت الجيش كان شغال بربحه في طريق الصادرات. يعني عندك اتجاهات جبرة الشيخ والحتات دي الان في العد التنازلي. دي في العد التنازلي شويه كده ما حتيجي تلقى فيها اي زول. هتلقاه كده قاعده مؤمنه مترسه الجيش، لانه الجيش بيجاي قاعد يطلع في متحركات متحركات نيضه مجهزه عدد تدريب اي حاجه. عكس الزول اللي بيجوا بدوب شطيفه وبقول له اركب امشي داير انك تمشي تخش للبيض. البيض لا حول ولا قوه الا بالله. هجانه مريش يا اخي. البيض دي من كان فيها الهجانه بس اول ناس قنموا الميليشيا ويعني يتسلحوا بتسليحه واكلوا ناس البيض. مخازنهم دي كلها نقلوها جابوها هنا، وكانت فضعة الحصار من كل الاتجاهات. هسه دخل قريب 50 متحرك. كل القوات المساندة دي الأندكي مكبوبة بغادي هناك قادة حبالك في البيض. تجي انت يا اخي يلا يجي يقول لك قاعد تمشي البيض بوين زاد وكيف زاد. تيجي تسمع لك كلام زول يا اخي بدوب نهاية الشهر فوتات عشان يجي يكذب لك. يكذب الليله وبيجي نهايه اليوم ببكي. احنا والغايه يجي يقول لك المحور ده سلم على الغايد داك والغايد ده غايد صعب والغايد ده والله شويه كده يجي يقول لك لا نقول الله ما يرضي الله. قالوا صاحبك اكلها. فالجيش ده بيشتغل بغتاته ليه؟ لانه ضباط الفوق ده لاخواننا الواحد قاعد له في 5 نموذج بتاع عمليات. امسكهم من برهان وغير دي الناس متمكنين وناس شاربين الشغله دي شراب. ما بيجي زول يا اخي مركب رتبه من شوال بجي بهزمه. ماشي انهارت يا زول. اول بتفشخر يعني هم عندهم ضابط بتاع كليه ولا 3 ضباط ولا 4 ضباط. كويس. قال خريجين كليه حربيه للاسف الشديد منهم عثمان عمليات وغيرهم. ديل سبحان الله ديل ذاتهم هناك قاعدين مهمشين. ديل اللي كان مالين بيهم يدهم في الخطط وفي التفاصيل وفي شنو. في النهايه ما اضاف اي حاجه، لانه هزيمتهم في العاصمه وطردهم من الوسط بغادي هناك ده اكبر دليل على انه نازل ما عندهم زول مخطط، واكبر دليل على انهم ما ناس زواس. وزمان كان الكيزان ساكت ملمعين لنا بيهم ملمعين لك. يقول لك جوزنجو التخطيط كان شنو؟ التخطيط كان تخطيط بتاع جيش، والطيران كان طيران ما في. جهزوا المعركه دي تجهيز كامل، جابون بندقيه بس صورك ارفعك. زمان والله دي قوه عندنا جديده ده من ادواتنا. اي زول حاول يعمل حركه بحركتين نحن حنجيب له القوه دي. لكن كلام ساكت ماليش دي يا زول. هاي فشلت. لا تاريخ قتالي، لا ثبات، لا عقيدة قتالية ولا أي حاجة. تقال الدوازة سهل شنو؟ تقال الدوازة بس 23 ولا هناك و23 ذاته خلاص قطع، لأن المسيرات دي بقت شغالة باستمرار. ما بتديهم فرصة يشربوا الشاي ذاته، ما بتديهم فرصة يفطروا، ما بتديهم فرصة يتغدوا. كويس عشان تكون عارف يعني. فدي رسالتنا لأي زول ما يقعدوا يغشوك يا زول. كويس. يجي يشبكوك هوي ما عارف يستنفر وما استنفر. هوي والله اسمع كلامي ده الموضوع ده خلص. والله ده ما الجيش بتاع زمان ده. والله العظيم ده ما الجيش بتاع الزمان ده. والله لا تستنفر ولا تدخل في ورطة زي دي. اللي يجي يدوك قروش يقول لك نديك قدام كده بساي. ده لكم جايبينهم كان جايبينهم في المقلد وجايبينهم فين الا بدق البيوت كده حتى بدهم اكل. تفتكر هسه على الاقل انت لو متمكن ولا عندك اداره صحي ولا عندك قياده صحي اكل ما قادرين ياكلوك، داق كوره ياكلوك من جوا البيوت، سلاح ما مدينك له. تيجي داك تواجه لك متحركات زي دي. انت هسه الناس تشوفهم في التصوير ده قال لك ده مديهم متحركات الجيش. الجيش شغال بيفهم ديل عباره عن ناس بيجوا بتصوروا كده بس عشان شنو؟ عشان تعرف انهم في المنطقه الفلانيه، لكن ما بصور لك عتادهم ولا بصوروا لك. ديك الاف. دي الجبال دي كان فيها قريب 17 18 الف يا اخي. قريب ده بس يا اخي انت بشطيف يجوا يلموكم 17 18 20 40 يا اخي. اليوم ديك في ناس قحه كده بس عشان يصل من منطقه لمنطقه في 200 ده سلم ونمر دي كده بس قحه ساكت كده بس. تيجي تقول لك قال انت ده تيجي تداوس لك جيش
الموضوع ده انتهى يا زول، والشغله دي قطت ما في اي حاجه. لقيت فرصه دار تمرق امرق، شوف لك اي شغله، شوف لك اي درب، ها تسيب قمارك يا زول. الموضوع ده حسن والله العظيم اني لك من الناصحين. ما في ناشط بديك نصيحه زي دي. الموضوع ده انتهى. عندك عمد الان قاعدين يبكوا والله. عندك الان عمد يعني قيادات كان بيقولوا انا وانا والنظام البايد، والنظام البايد هسه بيجوا يحنسوا في الدوله اللي كان بيقولوا عليها دوله السودان. الدولة اللي كان بيقولوا عليها دولة السودان هسه بيجوا يحنسوه. بيفتروا عليهم، بيجوا معاهم يديرهم تليفونات والله العظيم. وفي اللي بيقول لك والله نحن بس جيتكم كده. والله والله في ناس منتظرين الجيش ده الأحرى من الجمرة. في الضع عندي في ناس منتظرين الجيش والله. في ناس في الضعام منتظرين الجيش، ودول أكتر ناس كان فرحوا بخروج الجيش. كلمنا قلنا لك يا أخي أنت عندك مشكلة مع الجيش، مع القيادات، عندك مشكله مع شخصيه معينه، ما تيجي تعادي مؤسسه. لانك انت لما تيجي تعادي مؤسسه بتعادي دوله. دي ما في تاريخ الحروب ما لقيت لي زول بيعادي دوله كمؤسسه كامله. انت دار الفوضى. الفوضى الان بقيت تعاني منها. هسي شوف الضعين في حالات بتاعت خطف عديل، ما في غياب تام. لا في مدارس، لا في ولا في اي حاجه. ناس بيجي بخشوا المستشفيات بيقولوا اي حاجه دايرينها دين وجد ذات. ناس بيجوا الاسواق زي ده ما بخلوا لزول حاجه يشيلها منك. تليفونات بقلعها من الناس. طلعوا عادل قال لك قال ثوره تصحيحيه. يا زول ثوره تصحيحيه بتاع كده؟ انت لسه يا داب عندك سنه ولا سنتين. ده تصحح شنو انت؟ ما قلت عملت لك حكومه تاسيس وغيره وغيره. ده تعمل شنو انت؟ سؤال تصحح شنو؟ وانت اللي قال لك ذاتك اغلط غلطه زي دي. فالموضوع انتهى يا اخوان. هو الحكامات دي ما تسمعوا، هو الحكامات دي والله العظيم بلا. والله الحكامات دي المفروض تحاسب وتتحاكم. والله في قضاة كده كان عرفوا الحكامات دي الفترة من الفترات. في حكامة كانت ادوها 5، في حكامة ادوها 15 سنة سجن. ولا في حكامة مرة فتنت الناس، جات لقيتهم قاعدين قالت لهم والله أنا نشم هنا عندكم إلا ريحة البن. مع إنه بيغادر هناك ما شميت إلا ريحة البارود. الجماعة ديل اتحمشوا سريع سريع مشوا. مشي الأولى كده بس قال لك أكتر من 70 ولا 80 تذكرة بس. ديل بس شفت بتحريش الحكامة دي. القاضي جابها داس لك 15 سنة سجن. الحكامات دي ما تشتغلوا بكلامهم يا زلمة. ولا ده بكون برا ولا قاعد جنبها وتجي تشبككم. ما تجري كيف 140 ما دار تجري منه. دي سيرت زوز بي 9 وفي حاجات كده ما دار نقولها لك ذاتها ما دار تجري منها. اجري يا زلمة. انت جاري من دولة تجاري من زول ابقى مالك ساي. ما يقعدوا يغشوكم ساي يا زلمة. في حاجة اسمها قضية والكلام ده. قضية بتاع شنو؟ التفاطر يا عشان يجي يقول لك قضية ما قضية. الموضوع انتهى يا زلمة. هسه دي معلومة مؤكدة. والله عندكم 27 مركبة سلموا، وقسما بالله 27 مركبة سلمت في كردفان. وين؟ ما بنحرق مصدرنا، ما بنوريك الشيء الحاصل، لأنه ديل أخذوا عهد إنه ما في زول آه يقول تفاصيلهم. يعني ناس قال لك قاعدين في منطقة 3 شهور ما جام عدس يا أخي ياكلوا عدس. ما جام عشان ياكلوا. تيجي تقول لي قضية فاطر انت يا صاحبك قال لك ابكيعان ابو صاجات لحد الان قال لك ما قاعد يرد على تليفون زول. تيجي تقول لك قضية بتاع شنو؟ على قال له قضية بتاع شنو يعني؟ قال له اليوم عليك برشم قال لك عنده كمية منه انسلخوا. برشم ذاته كان دق تليفون قبل اليوم. في حاجات كده احنا ما قاعد نقول ولا شنو. برشم ذاته كان دق تليفون دار يرجع. نظام انه دار انضم للجيش وينظف في كردفان. هو يعني احنا زول قاعد الفترة دي كلها وتورط قبل اليوم ارتكب جرائم في حق الشعب ده. والله تجي ما تجي ما بده شغال بك. بالذات ناس برشم ومين 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 ديل اكتر ناس كان يتطاولوا على البلد دي، واكتر ناس كان يعني بتوعدوا الناس شاركوا في الحرب النفسية. ما تجي عندك وضد الضيب غادي هناك بصرخ ومع مصعب بصرخ. اكتر ناس لفوا صينية اوراد الضيب. على الاقل انت الليلة هسي ارتضيت يعني نفسك طاوعتك انك تبقى تدعم الجنجة. وبعد ده يعني قايد في ماليشيا يصعب انك تقابله. ماليشيا هي ترى زي ما قال لك حالي موسى بقلم بمبي. ماليشيا قايد
يتغرسن عليك ويقول ما داري يقابلك. ها وهو قاعد برا. ها وانت شابك الناس، انا الاعلامي وانا الرياضي، اكتر ناس لفوا صينية الناس دي. والله اكتر ناس لفوا صينية الناس دي. ها ناس كانوا قاعدين ماكلنا والطلس، السادة الافاتارات السادة الافاتارات، ورجق 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 ورجق، فجأة كده بقوا جنجة. م? فجأة كده بس بيدافع قبل بس بقوا جنجة. تزول بتشلاك، فطرت من الاشلاك ده، اتغديت من الاشلاك ده، اتعشيت من الاشلاك ده، كويس يعني. ها ما في حاجة كده زول ابوك قبل اليوم كان تابع للجيش يعني. الجيش ده سكنك واكلك وشربك وعلمك وده كله. عندك اخوك كان ضابط يعني. التمثيلات اللي كان بتعملها وتمشي تصور لنا والتفاصيل دي كلها كان لحماية اخوك. انت قال لك انت كنت ثورجي. هسه بقى لكم بمبي شابكين الناس زيل وهنا، وانت قال لك منو واحد قال لهم قال انا زي احتمال امشي بورسودان. قام رد في التعليقات قال في بورسودان دي لو داير امشي لها. واللي قال لك منو انه بورسودان يعني طالباك يعني وناقصاك. هو ناس ليه موزن، ليه موزن ورام ناس الان طلباتهم معلقه في بورسودان. انت مش قاعد تقول عليها بورسودان نمشيها بورسودان، طلباتهم معلقه في بورسودان، ناس ليه موزن. الواحد لو قال لي ناسي ساكت ممكن يجيب 5 ل6 ألف. قال لك الموضوع ده بقى كده. بعدين في لعيبة جداد دخلوا في الموضوع يا زول، بقوا يدينوا أي حاجة تعملوها علنا وبقوا يدعموا علنا عديل. أنت جاي في الوقت الضايع يا زول، كلمناك لكن الجيش ما بتهزم. ركبت راسك، ركبت راسك كويس. ناس ركبوا راسهم برا. هي ترى كانت فتنة. أنا اللي قدامك ده شوف كان مدور حلل يوميا بيتكلم عن القيادات بتاعت الجيش، بيتكلم. لكن لما قامت الحرب دي قعدت مع نفسي وعبد المصطفى السلام عليكم وعليكم السلام. انت صاحي؟ تهور هنا ما ينفع. ليه؟ ده جيش يمثل دولة. نازل سلوكهم ده. والله الكلام ده قبل ما شفت بداية الأحداث. هنا التوترات دي قلت أنا نازل سلوكهم ده كويس. الفوضى اللي كان عملوها ديك هيعملوها برضه إذا اشتبكوا داخل العاصمة. هم كانوا بيمهدوا للكلام ده وبيجهزوا له وبجيشوا في نفسهم كويس، وكانوا مترصدين مواقع الجيش، بدليل انهم كانوا ملبدين اسلحة كويس عشان يدمروا الطيران في مدينة الأبيض، وكانوا مؤجرين بيوت مدخلين فيها الكلام ده. انا قلت هوي الموضوع ده هنا بيختلف. ده هنا ما اسمها معارضة، دي اسمها خيانة. اللي انا لما اجي اقف مع ميليشيا ضد المؤسسة اللي انا كنت بطلع وبطالب بهيكلتها وازالة التشوهات اللي فيها، واكبر تشوه كان الميليشيا دي. قلت لا لو انا جيت وقفت ضدها في التوقيت ده بالذات يبقى ما عندي موضوع طوال يا زول. انا احنا والله شفتها مع الجيش ده، لانه انا عندي مقولة زمان كنت بقولها، بقول اذا دورت وقامت اشتباكات انا بقيف مع الوطن وبقيف مع المؤسسة الوطنية وبقيف مع بلدي. لكن ما لدرجة ان انا خلاص عندي خلاف مع الكيزان. هم الكيزان ده المساقط 2019 كيزان منو اللي عاملين لنا بهم جوطة وقاعدة قومة وقاعدة طوال يا زول. الحمد لله ربنا وفقنا، قامت عرفنا نقيف وين، عرفنا نقيف وين، وقفنا وين، وقفنا في الاتجاه الصحيح. والضيوا معاه كذا كده من الناس اللي عاملين فيها مفتحين مشوا في الاتجاه الغلط. ها الكيزان الشنو خلاص هاي كيزان بتاع شنو؟ كيزان شنو هذا؟ كيزان ده من 2019 زمان في ثورة سقطتهم. ده جيش قاعد. برهان ده جبتوه ذاتكم صح ولا ما صح؟ جبتوه ده جيت عزلتوه جبتوه قلت الزول ده قائد للقوات المسلحة. خلاص الليلة بقى كوس. الليلة بقى كوس وكنت قاعد معاه إلا طردكم قال لكم يا أخي أنا ما دايركم بعد السلام لما تم بكم شغل. وطلعتوا من الاعتصام قلتوا بتمثلون ومشيتوا وقعتوا معاه وبعتوا الناس في الاعتصام. كلام طبعا ما تقدروا تقولوا زمان. انا زمان كنت متقدر البرهان لما كان خدتكم معاه في القصر كنت بتقول ايه ده شق صفا عبد المصطفى. ما تشق الصف
كويس يا عبد المصطفى ياسر حبابك. لما نختلف معاكم جيتوا جايين الاجروا برهان قلبنا اطلع. ما مالك قلبك ولا ما قلبك؟ ذاتك الثوره دي ما حقتك ترى. انت الثوره دي جيت متلف فيها تلب. انت الثوره دي بعد ما خلاص نقضت كان فكت لنا الصادق المهدي كويس مطلساتي. ملك الطلس. ها ال... اصلا اسس الجنجة دي ذاته طلعته لنا كان عشان يحبط الناس. والنظام ده انا ما عارف عملته قاومته 20 سنة ما بسقط بالطريقة دي بوخت مرقة. لما الشباب أصروا وكملوا وعرف إنه خلاص النظام ساقط يجابوا لك جداولهم الليلة موكب كده بكرة موكب كده بعد بكرة موكب كده. أنزل الحاجة اللي أنا صدمتني أنزل اتضح إنهم أقدر من الكيزان. اللي حصل الحاجة دي والله أقدر. على الأقل شوف منعم بواكر اللي كان ساق الناس بواخر جات الدنيا وعالم الشمس اللي بقدر بقول في الزول ده وصل لمرحلة قال إنه القوة الوحيدة اللي كان حامية السوار المريشة. طيب الفضل الاعتصام منه فضلت حبوبتي صح؟ حبوبتي جات فترة الاعتصام صح ولا ما صح؟ يعني شوف الواحد بس المشكلة بعد ده بجي بقول لك أنا هم الشعب. أنت لو همك الشعب بتجي تتضامن وبتجي تقيف وتتآمر وتوقع وتدعم ماليشيا. ما في بيت كده في السودان ده ما تضرر منه بعد المجازر والانتهاكات دي كلها. 3 سنة مركز لنا مع الجيش سوى على الأقل ناس فاتوا فتشوا. فتشوا الزول تفتيش كاسوك واسع عشان يقول له الجيش ده استخدم سلاح كده كاسوك واسع ولا نادام ولا أي حاجة. جابوا لهم شفتها شمال كده بس الجيش عليك الله هسه زي ده أنا هسه زي ده أنا بس كده أقتنع به كيف كده. سؤال حمدوك يطلع يقول يا أخي الاسم شنو يقول الدويلة المخصصة فاتورة مفتوحة اللي اتكتبت فيها تقارير من أكتر من 50 منظمة واللي اترصدت حركتها وشي مثبت يقول إنه الناس ما تضغط على ومركزين على وما هي برا وهي عندها مشروع. عليك الله هسه أنا زي ده لو بسوقني كده بدخلني الجنة أنا بمشي بتبعه. هزول على الأقل قبل اليوم كان قائد الميليشيا كان قائده كان مسؤول منه وهو كان نايبه. يتوقع منه شنو حاجة ساكت كان نافخنا لك شكرا حمدوك شكرا خرمجوك. بالنسبة لموضوع التفاوض ده يا اخواننا طبعا ده براك انت شايف الترند اللي كان حاصل ده انا ما داير اتكلم فيه ولا داير اخوض فيه. طلع منه طلع القلاع طلع قال لك شنو؟ قال لك ان احنا عندنا برنامج مع السودان وعندنا تفاوض وعندنا رؤية قدمناها كويس. هذا قدمت شنو انت؟ قال ان احنا ان شاء الله حتكون دي الحرب التاسعة حنوقفها. طيب شنو؟ قال هدنة إنسانية. طيب الهدنة يعني شنو؟ يعني ترتيب أو حرب مؤجلة أو إن الميليشيا تحاول تلتقط أنفاسها عشان تجي وتدخل سلاح وتدخل غيره. طيب أنت اللي بتتكلم عن هدنة إنسانية هم بدونوا المنظمات بتاعت الإقاصة. أنا ما لقيتني أخلاق زي دي. الحروب دي ما أول مرة تحصل لكن يعني الناس مجردين من الأخلاق لدرجة إنه من ذات عارفينه طالع أو داخل لمدن كانت محاصرة منهم هم ذاتهم. كانت محاصرة منهم هم ذاتهم. لما خلاص يفشلوا عسكريا الهزم عسكريا يجوا يدونوا لك المؤسسات يجوا يدونوا لك الاسم شنو المستشفيات يجوا يدونوا لك الإقاصة. دي الناس اللي تعمل لهم هدنة كده سؤال وقال لك منها نحن رافضين مبدأ التفاوض. لا التفاوض ما في زول برفض التفاوض ما في زول برفض السلام إلا إذا بقى زول ما طبيعي. لكن شنو السلام عندنا أو التفاوض عندنا كالآتي. في شروط قاعدة في جدة. الكلام ده ما كلام البرهان ولا كلام كباشي ولا الكلام ده كلام الشعب كله. دينا السلاح التقيل ده جيبه في معسكرات 1 2 3 ادخل لنا في معسكراتك دي نجي بعد ذاك نشوف منو اللي يجي ومنو اللي يمشي. في ناس عبر له الحدود. هل ديل انا ممكن اتنقل في القوات المسلحة اذا ما ثبتت عليهم اي جريمة؟ لا طبعا لانهم عبر له الحدود مخالفين قانون التجنيد. صح ولا ما صح؟ ديل كيف ما في زول ما بي تعال بس عندك المعسكرات دي
ادينا ما تبقى من سلاحك الثقيل. ادينا ال 23، ادينا المركبات الان ما تبقى منها المتلبت في كردفان، وامشي اطلع من الفاشر، اطلع من المناطق دي كلها واشترينا في المعسكرات. وقول يا اخي والله يا اخواننا نحن عاد الكلام ده يكون باشراف لجنه، والله زول بزعلك ما في، والله زول بزعلك ما في. ده المفروض يحصل يعني، عشان ما تقعد تغش نفسك ساي. لو زول عنده معك مشكله، اذا طبقت الشروط دي كويس واعترفت بغلطك، لانه هسه عندك ناس كانوا بيقولوا انا هسه خلاص، ها هسه خلاص راسهم جاي يعني. ده المفروض يحصل يعني. لكن موضوع انه حمدوك ما حمدوك يا اخوانا، والله الشعب ما حيقبل بانه زول خانه وزول كان بيدعم الدمار كويس والانتهاكات هسه انتوا شايفينها دي، وتاني يجي ما في الكلام. كلامنا ما كلام البرهان ولا كلام الكباش ولا كلام ياسر عدنا، كلام الشعب يعني. هتحكم منين يعني؟ يقول لك حيكونوا جزء من عملية سياسية عندك هناك في الولايات هناك ولا وين؟ سؤال. ده فيما يخص التفاوض يا اخوان. الناس تبرد يعني. نحن والله لسنا دعاة حرب، لكن لما لقينا نفسنا فيها أقل بندافع عن المواطنين المساكين الأبرياء العزل الأصلا يعني هم يتفاجئوا بالموضوع ده يعني كويس. أقل ده واجبنا، لسنا دعاة حرب. نحن السلام ذاته، لأنه ربنا ذاته السلام كويس. لما جبريل قال له آه السيدة خديجة أمنا، قال لنا الله يقرئك شنو السلام، قال لنا الله هو السلام. ربنا ذات اسمه السلام. في زول برفض السلام؟ خلاص عمر حبايبك، في زول برفض السلام؟ ما في زول برفض السلام. هيلك نتو خلاص بعد الشيء اللي حصل ده خدوه تعالوا بس اقعدوا ينجموا ذاته. فترتوا والله فترتوا والله. نازل انا قلت لهم فيديو يا اخي الله نازل على الله زول فيه هسه، على الله في زول بيدخل نفسه فرطه زي دي. يا اخي الله نزل داقين جرس يا اخوانا. وين قدام؟ وين سيطرنا؟ وين الطلس؟ وين السواقه دي؟ وين؟ وين؟ سيطرنا. تحيه ما اعرف للغايه فجوق، تحيه للغايه مجوق، تحيه للغايه جغجوق، تحيه للغايه كجقوق. شنو ذات ما قادر نفهم ذاته. حاجات كده ذاتك تحيرك. اسد ده كله بقى ما في، بقى في عدس ما في، فاصوليا ما في. ده قال 6 اشهر ما شاف زيت. زيت؟ دار زيت فول ولا زيت شنو انت؟ زيت سمسم ولا زيت زيتون ولا دار زيت شنو؟ زيت شنو؟ زيت عربات كده انت كان تفسر يعني. زيت طالع تصرخ يا اخي داير زيت يا اخي معقول يا اخي. ست على اللي قلت لك عسكري جيش طلع بكى قال ان احنا دايرين ناكل، دايرين نشرب، يعني قضيتكم اكل وشراب يا اخي. ناس يا اخي قاعدين يا اخي والشهور يا اخي. يا اخي ناس حاجه كده الواحد في اليوم لو لقى له لقمه بشوف نفسه انه هو انجز يا اخي. في ناس ما لاقين اللقمه دي ذاتها يا اخي. ما طلعوا بكوا ولا طلعوا اشتكوا ولا طلعوا قالوا نعاتب القائد ولا نعاتب شنو. ده الفرق بين الزول المدرب والزول اللي ما مدرب يا اخي. ما تقعد تغشوا نفسكم ساكت يا اخي. خد السلاح يا زول، السلاح ده لانه ما خدته ما بقيت قدر انت خدته ساكت. النمصر قال له والله في منطقة ما داير اسميها، قال لي نزل في الجامع مع الصحابة يطلعوا يقولوا يا اخواننا والله نحن ما عندنا مشكلة مع السلام، نحن والله العظيم ما عارف الخطأ ولا بيتكلم عن الأخطاء أكتر من الموضوع الجلسات. أنت براكم عملتوها في نفسكم يعني. يعني ناس نكتوا السكة حديد عليك الله، في ذول بنكت السكة حديد. ناس نكتوا شبابيك المدارس. طيب مقارنة بس هسه على الأقل نازل لما نخش منطقة الناس بيجروا منها ويمشوا مناطق الجيش. الأمان وين والأمن وين؟ سؤال. رشا حبابك، حبابك والله يا رشا، والله فعلا يا أحمد. وين انت اعتزاز عبد القادر؟ وين النازل اعتزاز اللايفات الليلة دي ما قاعد تفوتها.
ضيفة الليلة دي غادة حبابك، غادة الليلة ظهرت، غادة حسين. ضيفة الليلة دي ما قاعد تفوتها يعني. خليل عبد الله، وينورك يا عفاف بشير. حبابك يا يحيى. اوه تاجوج الجعفرية، حبابك. ثراتومي، فعلا الخرطوم تتعافى، السودان كله حيتعافى ان شاء الله. عباس بن فرناس، حبابك والله. عبد الرحمن حبابك. عبد الله محمد حبابك والله. اوه دولة، حبابك. صدام يوسف حبابك. ده قال لي شنو الفوضى اللي بيعمل فيها اردول. عباس عدلان حبابك. اردول، ما هو انت اردول بتستغرب منه حاجة. عثمان حبابك والله. حاضر حتكلم عنهم. ياسين مالك حبابك. اردول انت شفت منه حاجة؟ اردول ما على حسب المصلحة، جيبه خفة بيطلع بدق طبلة. اردول ذات واحد من المواسير. صلاح. بالمناسبة الشيء اللي بيحصل لما دبوا، انا ما اتكلمت عن الموضوع ده من بدري، قلت لك انه يعني ما دبوا كم مرة الناس يعني انت جديد شنو يا اخواننا؟ نحن الكلام ده ما قلناه زمان. قلنا زمان، قلنا حتى الناظر بقى يعاني، بقى يرفع استغاثة يعني. قبلنا احمد حبابك والله. والله اللايف خلاص على نهاياته. استاذة محاسن حبابك. يا ادم داود حبابك والله. فعلا والله انا ذات لي فترة طولت من اللايف. اردول واحد من الخوازيق. طيب بالنسبة لإقليم النيل الأزرق، كويس يا أنس إنك ذكرتني يا أخي والله. النيل الأزرق طبعا محاولات يائسة بائسة خجولة. وسبحان الله الحاجة اللي بقت يعني أول ملاحظة اللي لاحظناه مؤخرا في الفرقة الرابعة إن الناس ديل بقوا يعني بقت المحاولة معهم ذاتها مكلفة صعبة عليه. يعني الميليشيا دي حاولت كم مرة بقدر كبدت خسائر فادحة في العتاد والأفراد يعني. وده برجع للتكتيكات. يعني مرة لو لاحظتها لم يخلوهم يحتفلوا يعني، وبعدها حدث ما حدث يعني شفتها. أنا قلت لك الرابعة جاهزة، وإنه الجيش كان نفس الإعداد اللي كان بيعده في كردفان برضه قاعد يعده في النيل الأزرق كده، وقاعد يودي متحركات بيغادي بهناك. ولا الناس اللي بيغادي بهناك ديل الممكن يحدثوا اختراق في النيل الأبيض إلا في النيل الأزرق. كويس، إلا كان دي بس أماني وأحلام ساي. والله في ناس كتار الله سيجي فاتوا الدول التانية ديك فاتوا قالوا هذول ده كلام فارغ ساكت يعني. وهسي هذول دي شايفهم رافعين قايدين. كويس، دي سلموا نمر. فالموضوع بغالب هناك صعب يعني. دي كلها محاولات يائسة بائسة خجولة، زيها وزي محاولات المسيرات. كل ما ينهزموا في منطقة يصعدوا عن طريق المسيرات يعني، وشغل كلها بتلي بدون أهداف دقيقة يعني للأسف الشديد. بتسللوا يا عفاف. وبعدين الموضوع ده اصلا تواجد انما كانوا متواجدين يعني، لكن بعيدا هناك بعيد يعني. والله ما في حاجة، والله انتم تسمعوا كلامنا، ما في حاجة. ما تقولوا دعاية عسكرية، ما تقولوا
الموضوع ده لا الموضوع ده حسم. الآن في مرحلة التشطيب. يعني انت لا على الأقل كنت قبل اليوم ب10,000 مركبة قتالية، هسه الآن على الأقل معتمد ليه عليه. يا أخي والله دي حاجة كده تحير ذات. يقول لك والله نحن زي ذا الحين قاعد تتونس. شوف مستقبلك وين. لما كنا بنثبت الناس، يعني الناس ما ترجف من الدعاية العسكرية والحرب النفسية وتقارير وقنوات قاعدة تصرح وتشرح. ولا لا يا اخوانا ده كلام ساكت، يعني المويه تكذب الناس ده بتونسوا ساي. خلوكم منه. يعني كان بيصوروا للناس انه خلاص الموبايل دي خلاص ما ضل فيها حاجة، وكله كان كلام ساكت. في النهاية الآن فشلوا فشل الذريع. برضه شايف اليوم ده اتجاه الدريجة والحتات دي برضه كان في شغل بتاع مسيرات تقيل جدا جدا. وكان في معلومة بتاعت 42 مركبة في المحور ده، ودي حقيقة ومعلومة مؤكدة إنه 42 مركبة تم تحييدهم فيها 3 شحنات. طيب يا اخوانا، لحد هنا ونقيف، وإلى أن نلتقي في لايف جديد إن شاء الله. كويس. أوه اعتزاز عبد القادر، والله اعتزاز سألنا عنك قبل دقائق بس. سألنا الناس قلنا لهم يا اخوانا أنا اعتزاز عبد القادر دي ده زمنها، يعني لايف ده ما بتفوته. كويس. الحمد لله إنك ظهرت يعني. أبو عبد الرحمن حبابك يا أخي. أوه ميسون علي. سبحان الله، ظهرتوا كلكم في وقت واحد، وانت من أهل الخير يا تاجوج. تسلم يا قادة. مرحب بكم. كمال سعيد وين؟ كمال سعيد اليومين دي برضه مختفي. عثمان ياسين. طيب يا اخوانا، لحد هنا ونقف، ولا نلتقي في لايف آخر. تحياتي لكم جميعا، وتصبحون على خير. السلام عليكم.